الأصدقاء السلام عليكم. اليوم غندوي لكم على رمضان. بطبيعة الحال رمضان في العالم كامل هو شهر الإحسان، التعاون، المهم دوك الأخلاق اللي كانوا كيقريونا في الإسلاميات. ولكن في المغرب سيداتي وسادتي، قبل المغرب كتلقى بنات في السويقة مدبزت لك بالخضرة. وانا باغي نفهم غير واحد الحاجة، واش حنا المغاربة ما عندناش شي نعمة من غير حنا المغاربة واحد النعمة اللي عندنا الخبز، شي حاجة من غير الخبز ماشي نعمة، ضرب بها شي واحد اللي عجبك ديرو بها. المهم هذيك ما كتسماش نعمه، ديك مطيشه اللي خاشين داك خونا في راسو راه ماشي نعمه. وما يمكنش ما ندويش على رمضان ونساو المدرسه، الاستعباد. انا من الناس اللي متفقين باللي رمضان ماشي ديال القرايه، فريمون ماشي ديال القرايه. فاش كتدخل المدرسه في رمضان راه كيبقى يبان لك الاستاذ كيبقى يتحرك في السبوره بحال الا مخدمو فوادو. هذيك اللعبه باش كدير الفيديو فوادو بحال هكا كيبقى يبان لك غير كيتحرك، الصوت كيبقى يبان لك حتى هو الصوت كاع ما مفهوم، كيدوي بالزربه وانت اصلا سهران الليل كامل وزايد عليه ما واكل والو وباغي تفهم. الصراحه رمضان خاصو يديروا لنا حتى شي عطله ديال الشهر، ما ديال الشهر. خاصو يديروا لنا شي عطله ديال الشهر. وما عرفت علاش الدروس الصعاب دائما خصهم يجيو في رمضان. داكشي علاش خصكم تدعوا مع خوتكم اللي غادي لواحد الجهاد شهر 6، جهاد ضد الصفر، محاربة الصفر. حتى انا منهم. لكن هاني الصراحة عادي جدا تقرا في الباك، ماشي شي حاجة كتأثر على الناس بطبيعة. ونهار الاول بطبيعة الحال في رمضان خصك تدخل ديك المدرسة وتلاقى كلشي لابس لك فوقية بيضة، من تقاليدنا العريقة. زيت الزيتون وادسوس من تقاليدنا العريقة. ولا كتلقى البنات لابسين لك زي الحياة. حتى داك صاحبك اللي الشيطان عباد الله، وكانوا كيدوا مع بنان كانوا داوه يزدوا عليه بعد عاد رمضان تناول. كتدخل كتلقى انا بدا ليه لحية، غير البارح كان ملط بحالي. وهو نبت ليه لحية كيدار لها الله اعلم من العدم، ولابس فوقية بيضة وطاقية، ومعا كتقول شي حاجة ولا كتشوف لا تجا ولا لا تجا كتسمعو كيقول استغفر الله استغفر الله. وطبعا الحال دوينا على الدراري السو، خاصنا ندويو على البنات. باغي نعرف غير واحد الحاجه، دوك خونا اللي كيلبسوا لك الزيف سيمانه وحده، سيمانه وحده صافي رمضان سالا وكيحيدوا لك الزيف. اش كتسولهم كيقولوا لك كنحيدوه حيت ما جايش معانا. يا خصهم يتسناو حتى يجي معاك، انت راه خاصك تلبس الزيف بزز عليك، راه شعرك عيب الله راه غتفطري به بنادم، راه شعرك داير كي الصوف. عارف انا حاضر. وفاش اخيرا كتهنى من هاد المدرسه وكتخرج وكترجع للدار، كيكون عندك جوج خيارات لا ثالث لهما. الخيار الاول نعس، الخيار الثاني حتى هو تنعس، حيت ما يمكنش تقنعني بلي واحد ما واكل والو ماشي كيقرا شي 6 سوايع ولا 7 سوايع في النهار وما كيجيش وكينعس وما كينعس وما كينعس وطبيعة الحال مع كتفيق اما تمشي للسوايع، اما باش كتبقى تفرج في دوك خونا اللي كيقادو شي شهوات ولا شي واحد كياكل شي حاجه. في الاخر دابا كيوصل المغرب، كيوصل الوقت ديال الفطور، كيحطوا لك الحريره، والله كيحطوا لك دوك الخبز المعمر اللي داك المعوق. ومن بعد ما كتفطر وكتعمر عاوتاني الكرش، بدا من تعبئه الكرش بنجاح. غتمشي تصلي، غادي تمشي للتراويح، والتراويح كتمشي سبحان الله كتجي حدا شي شيباني عنده شي 80 عام وكتجلس حتى كتقول ديك السلام عليكم السلام عليكم حتى كيجي وجهك نيشان مع وجهو كيتقرع عليك شي تقرعه من عام الفيل. وديك التقرعه كتحرق لك البارامتر ديال راسك، كتعرف واش دار السجده الاولى ولا الاخرى، بقا تحرق. وكاينين البراش سيداتي وسادتي، اللي بقى كتصلي وكتسمع شي برهوج دار شي برهوج في اللور، ولا كتسمعهم كيطلعوا كيهبطوا مع الدروج. داك الجهد اللي عندهم راه دايما بحال كيرضعوهم المازور. عندي داك الجهد كنمشي لها حركت به. وهادشي غيخليني نعاود لكم واحد القصه. هاد القصه طرات معايا. انا جيت معطل السو فين غنصلي الصف الاخر،
وقبل الصف الاخر كيكونوا فيه البلاصه، ديك البلاصه هي اللي كتوقع فيه دوك المصارعات. المهم انا في الصف الاخر صليت حدا واحد السيد، عارف السيد اللي كتشوفو في وجهو، ما عرفت كيفاش غنشرح لك دوك، عرفت دوك هادوك الشيبانيين اللي كتلقاهم في الجامع فاش كنت صغير وكانوا كيحيدوك من الصف الاول كيمشيو بلاصه كيصلوا فيها، بحال هادو كتلقاهم ديما مع سبحان الله مع كتدخل الطواليت ديال الاجتماع باش توضا ولا شي حاجه كيبانو لك فيها، كتقول عايشين فيها. المهم ما عرفت انا كيفاش ولا علاش ولا علاش هو وصل في الصف الاخر، ولكن ماشي مشكل. الموضوع ديالنا هو شنو طرا. بطبيعه الحال كنا كنصليو عادي، وواحد البرهوش طفع برهوش واحد اخر على داك السيد. شنو دار؟ كنقول لك باللي شدو راه كتط العصا اللي كلا عنده ذاك النهار، راه ما كانش غياكل عند باه، راه كنبقى نسمع فيها انا بالترفيق، والمشكل راه انا شاد الضحكه وكنبقى فهمتي كنبقى نصلي ما يشدنا حتى انا يجمعني معاه. طاهر القلب نقي ذاكر لله. المهم هادشي اللي كان و صافي شوفوا الفيديو بيو. Ramadan Kareem, bro.